قم للأهلي وفيه التبجيلة، لأن الأهلي رسول المنايا، لنا في الصفاقسي عبرة وآية، فمن لم يتعظ جعله الأهلي آية. خلاصة القصة دي كلها يخشع يدلى شقك، ويلا بينا نشوف. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي، ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في داري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره، دهب مش قشره ولا بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكرة مع أفوكاتو. سوف يقف التاريخ طويلا بالدرس والفحص لهذه الظاهرة المسماة بالأهلي، حيث ذهب الأهلي أسدا ليقتنص الأميرة السمراء وسيطر نسره على سماء كازابلانكا. ايه الكلام الكبير دوت؟ بص يا معلم، سوف ننطلق جميعا من كلمة الشناوي. من نفس المكان، من نفس الاستاد، يذهب الأهلي أسدا ليتوج بالأميرة السمراء. هناك من نفس الملعب اللي وصل له في العشرة وخدها ووصل المرة اللي فاتت واتظلم. الكلمة اللي حرقت كل الناس وحرق الكابتن عزيز في الاستوديو التحليلي بتاع بين سبورت. اقول لك ايه؟ اقول لك ان الاهلي وقف وحيدا اسدا ضرغاما في وش الاتحاد الافريقي وموتسيبي والاتحاد الدولي. خدنا بالنا امبارح من حاجه كده، الخطيب بعيدا عن مغزى ان احنا بنسلم جيل لجيل، وحسام غالي هو اللي نزل وقف على المنصه امبارح. اعتقد ان الموضوع ليه مغزى اكبر من كده، انه مرضيش ينزل يقف في وسط الناس دي. احنا خلصنا من الروراوه في الجزائر، طلع لنا لقشع اللي ما اعتقدش انه، يعني لا اعتقد ان هو ايديه مغسوله من حته الحكام اللي احنا شفناهم امبارح وشفناهم في ماتش القاهره هنا. مفيش كوره، هو الماتش امبارح ما فيهوش كوره. بس خلونا نحكي القصه من بدايتها، من القاهره من هنا. الحكم الليبي اللي تغاضى عن البلم بتاع حسين الشحات هو وغرفه الفار بتاعته، واللي تغاضى عن طرد يحيى عطيه الله اللي رفع الكوره بتاعت الجول امبارح، الراجل اللي ما كانش هيلعب امبارح. الحكم امبارح بقى، الحكم امبارح تحس كده ان هو كان بيمرنهم على الجول من نفس الزاويه ونفس المكان على الجنبين. الراجل فضل يديهم فاولات لحد ما هو نجم راح ليحيى عطيه الله وقال له انا عايزها في المكان ده، ركز يا يحيى. راح وشاور له، طلع بره كده وكشف نفسه في الاوفسايد وراح قال له انا عايزها في المكان دوت، العبها لي، ولعبها له. بعد الشناوي ما شال كورتين قبليها كان بيمرنهم. انا عايز اعرف فين الكوره؟ فين الوداد؟ يعني انا السنه اللي فاتت رغم الظلم ان انا رحت لعبت النهائي على ارضه، الوداد لعب كوره واستحق المباراه. يعني كلمه واحده كده، استحق. امبارح الوداد ما لعبش ب3 جنيه، امبارح الوداد لعب في القاهره احسن ما لعب على ارضه. انت للدرجه دي مش قادر تواجه الاهلي في مواجهه ايكوال، مش قادر تواجهه في مواجهه متساويه، لازم تحط له عقبات عشان ما يلعبش. ما اتفرجنا على نهائي اوروبا قبلها بيوم، الناس اللي موتت نفسها، الانتر والسيتي موتوا قتلوا بعض في الملعب. اتفرجنا على كوره. فين الكوره امبارح؟ فين الكوره امبارح؟ ازاي ده يبقى النهائي؟ ما اتفرجنا على نهائي كاس العالم، بص الكوره بتتلعب ازاي. الناس كانت جايه تلعب كوره وتستمتع، مين يكسب مش مهم، او حتى يا سيدي لو مهم، بصوا الكرة كانت عاملة ازاي امبارح. انت ما انتش هتقدر تقابل الاهلي. انا بقى دلوقتي برد السؤال اللي سألوه الاعلام المغربي للشناوي، مين هو العقدة؟ مين هو العقدة؟ هل الوداد هو عقدة الاهلي ام الاهلي هو عقدة الناس كلها؟ بس ربك هو العدل، ربك هو العدل. بعد الظلم اللي شفناه السنة اللي فاتت والكلام دوت حرق الناس قوي اللي قالوا الشناوي، بس هي دي الحقيقة. بعد الظلم اللي احنا تعرضنا له، الاهلي يرجع بكرة اطهر الطاهر، يرجع للبطولة بكرة اطهر الطاهر
عشان يوصل، وبعد ما يشيل 5 من صن داونز عشان يوصل النهائي في نفس المكان ويجيب اللقب. ولنا فابن شوبير العبرة والآية برضه. الحارس اللي اتولد عملاق، الحارس اللي اتولد عملاق عشان هو بيلعب في نادي العمالقة. ولنا في حسين الشحات عبرة وآية، الراجل اللي من سنتين قعدوا يقولوا حرام الفلوس اللي اتدفعت فيه، بقى أحسن لاعب في مصر. ولنا في الخطيب أكبر عبرة وآية، الراجل اللي راح جاب مانويل جوزيه وتعاقد معاه من هناك من البرتغال، الراجل اللي جاب لنا فايلر وموسيماني وكولر، الراجل اللي حقق العلامة الكاملة في كل حاجة، الراجل اللي مرضيش امبارح زي ما قلنا ينزل يقف في وسطهم للترفع باسم النادي الاهلي، اللي كان السنة اللي فاتت انفانتينو وموتسيبي واقفين جنبه وهو بيتمسحوا فيه وهو مش راضي، بيقول لهم انا اتس نوت فير. الاهلي وقف وحيدا امبارح ضد كل الكلام ده كله. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياة وتحدي، ولسه عندي قوة وعندي اعدي 1000 سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان، في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني. انا الاهلي اللي صان العشرة، دهب مش قشرة ولا